اتحداكي انك هتشتريه من بره تاني. بصي اللون، بصي الرسمه. طبعا مش قادره اقولك شمي الريحه تحفه تحفه تحفه. استني بقى هسمعك حاجه. بصي القرمشه، بصي اللون، تحفه تحفه تحفه. بسكوته هشه جدا، خفيفه، طعمها يجنن، مفيش زفارة بيت خالص، لونه ذهبي وجميل كله. بصي الحلاوه. في الفيديو ده هقولك على تريكات تطلعي بيها البسكوت هاش ومقرمش بالمنظر ده، طعمه حلو قوي، فيه زفارة بيت من غير بيكنج باودر. طريقه التسويه، وتعالي اعمل معاكي اختبار دلوقتي. بصي بسكوته ما تتعداش 400 جرام اهي. طبعا انا لما بشيله بيتحرك. بصي قد ايه خفيفه، مش مكتومه اهي. 12 جرام بسكوت في منتهى الجمال. لو انتي بتعملي مشروع، لو انتي بتعملي لولادك، بجد اعتمدي الوصفه دي وهتدعي لي. بسكوت العيد، كل سنه وانتم طيبين. الطعم، قوام، الريحه، اللون تحفه. يلا لايك ونسمي الله ونخش على المقادير ويلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. والنهارده طريقه عمل البسكوت مع هنونه ونوري. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ النهاردة هنونة قالت لي يا ماما لازم نعمل البسكوت. قلت لها ماشي. قالت لي بس انا اللي اقول لهم المقدمة عشان يمكن ايه الفيديو ده يضرب ويعمل لنا كام لايك كده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجة انا معايا هنا نص كيلو من الزبدة النيوزيلندي او فيرن او كريستال او اي حاجة، بس يا ريت تكون نوع الزبدة كويس. ده نص كيلو 500 جرام. ومعايا هنا 250 جرام من السكر البودر. ومعايا هنا حوالي 60 او 70 جرام من اللبن البودرة معدل معلقة ونص كبار. ومعايا هنا 50 ملي من 15 ملي من النشا، وفانيليا، نشا، لبن بودر، سكر بودر. ومعايا 750 من الدقيق. هنزل عليهم برشة بسيطة جدا 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 من الملح. ومعايا هنا 5 بيضات شلت منهم صفار، يعني معايا 4 بيضات، خدت 4 بيضات وشلت منهم الصفار ده انا مش عايزاه. تمام كده. المقادير تاني: 4 بيضات وبياض بيضه، 4 بياض وبياض بيضه، 250 من السكر البودر، معايا 60 او 70 ملي حوالي كده من اللبن البودر، ومعايا 15 ملي من الخميرة، ومعايا فانيليا، ومعايا 750 من الدقيق وعليه رشة الملح، ومعايا ريحة البرتقان. انا للأسف مش هعمله بالبرتقان لان انا ولادي مش بيحبوه، بس انا بحب احط الريحة بس كده فيه تكون ايه بسيطة. ومعايا 500 جرام من الزبدة. هنزل هنا بالسكر على الزبدة اول حاجة انا هعملها، ونضرب كويس جدا جدا بالمضرب. بصوا بقى قوام الكريمه بقى عامل ازاي، ولسه طبعا ما خلصناش. هنلم الجناب بس كده ننزلها كلها. هنونه هتلمها. نلم الجناب، بنمسك الجناب كده نلمها ننزلها تحت عشان لو في زبده
او السكر ما اتضربوش، اتضربوا معانا كويس اهو. بصوا لونها بقى عامل ازاي وقوامها عامل ازاي، وهو ده المطلوب. بس انا لسه مش هستكفى بيها دلوقتي. يلا بينا نكمل. اهم حاجه ملحوظه دي مهمه جدا، ان البيض والزبده يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني ما يكونوش ساقعين ولسه مطلعاهم من التلاجة. لازم تكونوا واخدين طالعين من قبلها بيوم او من الصبح. انا كنت مطلعاهم من قبل الفطار بشويه حلوين كده. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنجيب البيض بتاعنا اهو، وهحط عليه الفانيليا. تمام. كالاتي هنزل بيضه بيضه، يعني هنزل بيضه بيضه. ومعلومه مهمه جدا، لو انت نزلتي بال السمنه والسكر ساقعين وحطيتي البيض هيخرص وهيفصل معاكي على طول. هنضرب بقى هنا كده. يلا يا هنونه، هنزل بيضه بيضه. ادي اول واحده، بسم الله اهي. ولما تختفي خالص نزلي البيضه الثانيه. مفيش اسهل منه، بسكوت سهل جدا، بس هي التريكات بتاعته. هنزل بالبيضه الثانيه اهي، اللي هي يعتبر البياض. احنا نزلنا ب4 بيضه كامله وواحده صفار بياض بيضه. 4 بيضه كامله وواحده صفار. اضرب بدالك، هضرب انا بقى شويه. كريمه ما شاء الله ما شاء الله، تحسي ان انت عامله كريم شانتيه اهي. هنزل بالبيضه الثانيه. اخر بيضه هروح جايه نازله بقصنص البرتقال بتاعي. قصنص البرتقال ده بيتباع عند مستلزمات الحلواني، بيديكي الريحه. انا زي ما قلت لكم ولادي مش بتحبوا بالبرتقال قوي. وعند العطاره هنونه بتقول لكم. هروح نازله بيه على البيضه كده اهو. هي الازازه كلها بتبقى حوالي معلقه صغيره، وانا مش عايزه اكتر من كده. انا يا دوبك بديله الريحه بس، لان انا زي ما قلت لكم الولاد عندي مش بتحبوا بالبرتقال. لكن انت لو هتعمليه بالبرتقال بتحطي بشر برتقال معاكي في البسكوت. يلا يا هنونه. متخيلين الهشاشه اللي في البسكوت في منتهى الجمال. دلوقتي بقى هبتدي انزل بالمكونات الجافه بتاعتي. هنزل باللبن البودره، وهنزل بالنشا. النشا هي اللي بتديله قرمشه كده جميله. وهنزل بالدقيق تدريجيا، وهضرب على ابطأ سرعه كده بطيئه جدا لغايه ما يمتزج. انا مش هعجن، انا كل اللي انا عايزاه ان انا اخلي الخليط يخش في بعضه. طبعا المضرب هنا هيبتدي يتقل معايا. هروح مكمله بالسباتيلا بتاعتي او بايديكي. عندك عجانه شغال، عندك مضرب كهرباء شغال، عندك مضرب يدوي شغال، كله شغال. هنزل تاني بشويه بصوت كده اهو
زي ما قلت لكم انا مش عايزه عجن كتير، انا يا دوبك بخلي المكونات تندمج في بعضها. خلي الموضوع كده هيبتدي يتقل على المضرب. انا كده بفضيه بس من العجينه بتاعته اهو. متشكرين لك جدا يا عم الحاج، تعبناك جدا معانا وبهدلنا الاستاذه هنا بالدقيق والعجين. ليلة بقى فرحه وبهدله. كل سنه وانتم طيبين. هي عماله تطلع على التيشيرت بتاكله. طلع كده ودي كده وفضي كده اهي. طلع كده اهو، واطلع كده 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 كده. انا بس عايزه اوريكم حاجه. ايه رايكم في المنظر ده؟ ما بتعتقنيش، بعمل كيكه بعمل اي حاجه لازم هبتدي بقى اقلب كده من تحت لفوق اهو. انزل بالدقيق تاني. بسم الله. هفضل بقى اقلب كده لغايه ما كله يمتزج. من غير تلاجة ومن غير مريحناه ومن غير بيكنج باودر ومن غير اي حاجة، ولا اجمل من كده. بصي شكله عامل ازاي، بصي النقشة والرسمة بتاعته ما شاء الله في منتهى الجمال. هروح بقى اشوف اللي في الفرن. تعالوا نطلع اول صاج انا دخلته واوريكم انا قصدي ايه في نص التسويه. انا كده البسكوت بتاعي نص سوا، لسه ما كملش السوا بتاعته، يا دوبك الحراف ابتدت تلون بسيط جدا كده جدا كده. هسيبه على جنب وهروح ادخل الصاج التاني واقول لكم ليه. البسكوت بتاعي هو كان برد اللي كنت مطلعاه معاكم اهو، برد وزي ما قلت لكم هو مش مستوي كويس وسبته خالص لما برد. هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا دلوقتي انا هقدر احركه، هروح جايه ضماه كله كده على بعضه وهقول لكم ليه اهو. وهجيب ده كمان، بصوا ما شاء الله عامل ازاي، بصوا نفس الشكل بتاعه قبل ما نحطه في الفرن. بصوا ما شاء الله كان في منتهى الجمال. حاولي ما تتعامليش بس معاه وهو سخن، سيبيه يبرد خالص وبعدين ايه
بصي بقى اللي انا كنت بقولك عليه، ان انت حاولي تظبطي الاطراف، ما تبقاش ناحيه تخينه وناحيه رفيعه عشان ما تتحرقش معاكي زي ما اتعملت معايا كده. بصي من هنا عامله ازاي. فنحاول نظبط. طبعا اول كام واحده دول ما بيبقوش مظبوطين عشان خاطر الجوانتي الكيس ما بيبقاش لسه، بيبقى معبي هوا اهو. معبي كله كده كده. انا مليت الصاج بتاعي، حطيت صاجين في صاج اهو. السودانيه لسه مستواش، بس بصوا عامل ازاي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي وطيت الفرن بتاعي خالص خالص خالص، يعني خليته على اوطى حاجه. هروح داخله حاطه فيه البسكوت بتاعي. يعني انت الفرن بتاعك لو 200 هتخليه على درجه حراره 100. معلش نسيت بيخش ازاي. لو هو 200 هتخليه على 100، لو هو 150 هتعمليها على 75 او 100. بس هسيبه بقى على نار هاديه كده يكمل سواه، وهوريكم في الاخر ليه.